قلنا في الحلقة اللي فاتت لو نسيت الفاتحة في الصلاة تعمل ايه؟ والنهاردة هنتكلم عن امور تانية ممكن تحصل اثناء صلاتك. ما ينفعش تكون مسلم جميل وما تعرفش ازاي تتصرف. لو بتصلي وبعدين اثناء السجود جالك هاجس او وسواس انك نسيت الركوع ونسيت تقول سبحان ربي العظيم، لو انت حاسس انك متأكد يعني بعد ما قرأت القرآن لقيت نفسك بالفعل قمت ساجد على طول. في ناس تسلم وتعيد الصلاة تاني من أول وجديد، لكن الصح إنك تعيد الركعة كاملة، يعني تعتبرها ما حصلتش وتسجد سجدتين سهو قبل التسليم، وإن شاء الله صلاتك مقبولة. طيب سجدت وشكيت إنك سجدت مرة واحدة مش مرتين، يعني هنفترض إنك طولت في الدعاء وإنت ساجد لحد ما نسيت إنك سجدت مرة ولا مرتين. في الحالة دي تبني على العدد الأقل وتسجد مرة كمان، وفي نهاية الصلاة بعد التسليم تسجد سجدتين سهو وترجع تسلم تاني. طيب كنت قمت وقفت خلاص بعد سجودك وانت شاكك انك سجدت مرة واحدة، في الحالة دي ما تنفعش ترجع تنسل تاني وتسجد السجدة اللي نسيتها. كمل صلاتك وعيد الركعة كاملة، وبعد التشهد وقبل ما تسلم تسجد سجدتين سهو. أفضل طريقة تخليك ما تشكش في صلاتك.